بكل طلابي طلاب جريد 4 معاكم مستر محمود رضا. والنهارده ان شاء الله هنكمل كونسبت 1 اللي بيتكلم عن الادابتيشن. اتكلمنا قبل كده عن الادابتيشن ان animals، اتكلمنا عن structural adaptation والbehavioral adaptation. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن adaptation in plant. adaptation in plant as we know، زي ما احنا عارفين ان البلانت ده it's a living organism. living organism يعني needs to eat, needs to move, to reproduce, to drink. محتاج يعمل كل حاجة احنا بنعملها، وبالتالي بيعمل adaptation. أكيد ساعات ما بيكونش لاقي water، ساعات ما بيكونش لاقي sun and so on. يبقى أكيد هو بيعمل change to survive. أكيد لازم يتحرك، لازم يتصرف. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. البلانت before we start we know that we have a plant. زي ما احنا شايفين كده البلانت ليه كذا بورت، عشان بس لما نقول اسمهم نبقى عارفين. عنده الروت وده بيكون تحت الأرض، عنده السيدز والليفز والستم، وطبعا الفلاورز. يبقى كل دول البلانت بورتس. عندي روت بيكون تحت الأرض to absorb water عشان يمتص المية، عندي الليفز، وعندي الستيم اللي هو الجزء اللي بيبقى لونه براون دوت. اوكي تمام. طب هو البلانت دوت محتاج ايه؟ محتاج sunlight، ومحتاج ووتر، ومحتاج اير اللي هو كربون دايوكسيد. يبقى هو دلوقتي دي احتياجاته ودي الحاجات اللي بيخليه يعيش. ممكن تقابله مشكلة في الحاجات ديت ونشوف ايه هيعمل ايه وهيتصرف ازاي. مثلا دول two habitats. habitat معناها the place where living organism lives. زي ما نشوف كده عندي الهابيتات اللي هي لونها جرين دي مليانة تريز، مليانة ووتر، واكيد طبعا فيها ايه، كلها تريز كبيرة. تعال نشوف اللي هي على الشمال، هي جراس لاند، ما فيهاش تريز، كلها جراس. كل الجراس لونه يلو، مش شايف ووتر. يبقى في اختلاف صح. ممكن تكون في هابيتات عندي مليانة ووتر وهابيتات ما فيهاش ووتر. طيب اللي على الشمال دي اسمها سافانا. يبقى عندي two new habitats. The first one أول واحدة اسمها سافانا، وزي ما احنا شايفين السافانا دي مالها there is no water. excellent. والتانية اسمها أمازون. أمازون رين فورست. أمازون رين فورست. طب يا مستر عايزين نعرف أكتر عن السافانا. أوكي، السافانا دي موجودة في Southern أفريكا، موجودة في قارة أفريقيا في الجنوب. ومالها؟ إيه اللي بيميزها؟ إن هي جراس لاند، ما فيهاش تريز كتير، فيهاش شجر كتير، هي كلها جراس أو أكتريتها. وعندها mild temperature. mild معناها متوسطة أو معتدلة. كلمة mild دي معناها medium، متوسطة أو معتدلة. يبقى temperature it's not hot. So savannah it's not hot، هي معتدلة. طب what about water؟ طب الووتر اللي فيها مالها؟ هنا في مشكلة. extreme lake of water. lake of water معناها نقص حاد في المية. مفيش ووتر في السافانا، الووتر موجودة قليلة جدا. الرينز هنا بتبقى half of the year في رينز، والنص التاني مفيش رينز. فبالتالي الشجر اللي بيكون موجود فيها، اللي بيكون موجود بيبقى عامل ازاي؟ بيكون as can you see here قليل جدا. ادي شجرة التانية التالتة and looks like umbrella. اسمها ايه الشجرة دي؟ اسمها اكيشا تري. يبقى الاكيشا تري دي بتعيش فين؟ الهابيتس بتاعتها في السافانا. وايه مشكلتها؟ تمبريتشر كويسه والصلايت كويسه، لكن مفيش ووتر صح. فالمشكله في السافانا هنا، والمشكله اللي بتقابل لاكيشا تري there is no water. طب هتعمل ايه؟ هي عندها tiny leaves at the top of the tree. كل الليفز بتاعتها بتبقى tiny وبتكون at the top، بعيده عن كل الحيوانات اللي ممكن تاكلها عشان تفضل عايشه. وايه تاني؟ looks like umbrella. وايه تاني؟ عندها very long trunk. trunk اللي هو الستيم. الستيم دوت very long. ليه بقى؟ to store water. store water يعني تخزن المية، عشان مفيش مية دايما فهي بتخزن المية.
طب هي اصلا بتجيب الوتر دي منين؟ عندها very long root. very long root. الروت بتاعتها طويلة جدا تحت الأرض to search for water. وبرضو عندها spines. spines ديت اللي هي الأشواك. spines ليه؟ to prevent any animals from eating it. تمنع أي animal إن هو ياكلها. يبقى هي عندها spines وعندها tiny leaves looks like umbrella وهي اسمها acacia. قول ورايا acacia. excellent. acacia lives in savanna grassland. طب برضو اللي بيحصل تاني تعال نشوف. هي as camel هي stores water but the camel stores fats in his hump. الهامب بتاعه دوت اللي هو موجود هنا عند الكامل stores fats but the acacia tree stores water. زي ما احنا شايفين كده الروتس هي very long roots والروتس دي ساعات بتوصل ل 35 meters under the ground. كبيرة جدا يعني قد عمارة 10 أدوار بس تحت الأرض. search for water. ونوع الروتس ده اسمه تاب روت. تاب روت. يبقى لاكيشا تري عندها very long root called tap root وده بيكون under the ground وممكن نوصل ل 35 meters. قلت لي ليه عندها tap root؟ to search for water. excellent. والتري دي اسمها ايه؟ acacia tree. شاطر. now بعد ما عملت ده كله مش ممكن تيجي animals تاكلها؟ بالظبط. مين الوحيد اللي يقدر؟ الجيراف. طيب هتعمل ايه لو الجيراف جت تاكلها؟ It will produce a poison. a poison زي السم او مادة to make its taste very bad عشان لما يجي الانيمال كده ياكلها يلاقي طعمها وحش فما يجيش ياكلها تاني. طيب لو حد جه ياكلها بتبلغ باقي التريز باقي الاكيشا تري تقول لهم خلي بالكوا في جيراف هنا هتاكلنا. So it sends a smelly message in wind أو الأير to alert عشان تحذر باقي الاكيشا تريز. دول الاتنين دول اللي هو produces poison and has a smelly message. الاتنين دول behavioral adaptation. الاتنين دول behavioral adaptation. Now it's time for checkpoint. Let's see here. The first question is true or wrong. Acacia tree has a tiny leaves growing on its top. الاكيشا تري عندها tiny leaves بتنمو على التاب روت؟ لا. التاب روت ده تحت الارض والليفز هي فوق الارض فلا طبعا. تاني سؤال هنا عندي بيقول لي الاكيشا tree sends a smelly message in air to alert other trees. الاكيشا tree بتبعت رسالة في الاير عشان تحذر باقي التريز. ايوه طبعا. Savannah grassland has extreme hot weather. السافانا اللي بيعيش فيها الاكيشا tree عندها extreme hot weather الدنيا حر جدا. لا هي عندها mild temperature درجة حرارة معتدلة. Choose the correct answer. Acacia tree trunk and camel hump. الأكيشا tree والكامل مالهم ببعض؟ both store water الاثنين بيخزنوا water. both store fat الاثنين بيعملوا storing أو بيخزنوا fats. The first stores fat, the second stores water. الأول اللي هو الأكيشا tree stores fat والكامل stores water. The first stores water الأكيشا tree بتخزن الووتر والكامل stores fat. Yes, which one? Yes, the last one. That's great. The second question here, one from the animals that may eat acacia leaves. لسه قايلين مين اللي يقدر ياكل الأكيشا leaves؟ rat, grackle, penguin, or giraffe? Giraffe. Excellent. Now we will move to the second habitat which is Amazon. As you can see here, الأمازون ديت شايف إيه فيها؟ A lot of trees صح؟ ومليانة ووتر. ما أكيد كل التريز دي يبقى فيها ووتر يبقى هي رين
forest، غابة مطيرة، مليانة مطر، مليانة ووتر، فبالتالي مليانة شجر. as can you see here برضو، شايف الووتر دي كلها، شايف الووتر هنا وهنا، كل دي trees، ودي اسمها امازون رين فورست. طب مالها الامازون؟ بتكون موجودة في البرازيل. اوكي، what do we know؟ it's rain mostly of the year، بتمطر معظم السنة، شغالة مطرة، شغالة. فبالتالي المشكلة هنا مش اللي هي الووتر زي السافانا. امال المشكلة هنا ايه؟ ان هي عندها سترونج ويند، رياح شديدة جدا، ومن كتر الشجر مفيش sunlight، يعني لو في شجرة هنا صغيرة مش هتقدر تشوف الsunlight، فبالتالي هتبقى بالنسبة لها مشكلة. تعال نشوف الفيديو ده. زي ما انت شايف كل ده ورق شجر، كل ده ورق شجر. طب لو في تري صغيرة هنا تحت هنا، هيوصل لها ازاي الصلايت؟ هي محتاجة الصلايت عشان تكبر، فبالتالي ازاي هتتصرف؟ كل ده leaves، هي تتصرف ازاي؟ تعال نشوف الكابوك تري، واللي هي الشجرة اللي معانا دلوقتي، الكابوك تري اتصرفت ازاي؟ الشجرة اللي قدامنا دي اسمها كابوك تري، وبتعيش في الأمازون. تعال نشوف ازاي اتصرفت وازاي قدرت تحصل على الصلايت. فأول حاجة عملتها إن هي عندها its height 70 meters above the ground، طويلة جدا جدا جدا، توصل لعمارة 20 دور عشان بس تحصل على الصلايت. طيب في سترونج ويندز، الويندز دي ممكن تزقها توقعها؟ لا، ما هي الليفز بتاعتها looks like hands زي ما انت شايف كده، فالاير كان موف ثرو ات. يبقى الكابوك تري دي الاير كان يقدر يعدي من الليفز ديت من غير ما يزقها ومن غير ما يوقعها، فبالتالي ده برضو structural adaptation. نعيد تاني، المشكلة في الأمازون إن there is no sunlight for short plants. طب هنعمل إيه؟ الكابوت دي صديقتنا فضلت تطول لحد ما وصلت ل 70 meters above the ground، كبيرة جدا. طيب هتعمل إيه في الويند اللي بتزقها؟ لا، ما هي خلت الليفز بتاعتها looks like hands to allow wind to move more gently through it. وعملت إيه كمان؟ شايف؟ دي هي الروتس بتاعتها، اسمها باتراس روت. شايفها؟ شايف كبيرة ازاي؟ عشان تعمل لها سبورت، عشان تسندها، عاملة زي العكاز. طيب الباتراس روت ديت بتعمل ايه؟ باتراس روت موجودة فين؟ في الكابوك تري، لكن الاكيشا تري كان اسمه تاب روت. طيب الباتراس روت دي بتسند مين؟ it supports branches. مستر انا مش فاهم الحته بتاعت الباتراس روت. اوكي come here let's go to the whiteboard here. لو قلنا ان ديت هي الكابوك تري بتاعتنا عامله كده، اوكي، طويله جدا. طب ازاي هتسند؟ في باتراس روت اللي هو الجذور بتاعتها بتيجي من البرانشز كده تسندها كده على الارض، فاللي فوق ده اسمه برانشز وده اسمه باتراس روت. فبالتالي من البرانشز دي بتنزل كده باتراس روت بتسند التري كأنها عكاز ليها. فهمت الحتة دي؟ تمام. طب هو ده المنطقة دي كلها اسمها ايه؟ شايف كل ووتر دي اسمها سوجي سويل. سوجي سويل معناها wet muddy soil، أرض طينية أو أرض مبلولة جدا مليانة مية. فمين اللي بيثبت البلانت في الحتة دي؟ الباترس روت. بعد كده هي عندها فلافي يلو سيدز، فلافي يلو سيدز. السيدز بتاعتها هي طبعا عايزه تعمل ريبروديوس، عايزه تكبر وعايزه تنمو، عايزه تخلف. الفلافي يلو سيدز دي بتطير في الهواء وتنزل على الارض وتكبر تبقى كابوك تري، وبالتالي ده structural adaptation. البيهيفيرال adaptation بقى في الكابوك تري ان هي بتبعت ريحه حلوه جدا سميلي مسج، بس مش عشان ايه، مش عشان تحذر، لا، عشان تعمل invitation for bats. بتقول للباتس اللي هم الخفافيش تعالوا عندي على الشجرة، عندي سميلي مسج حلوة، عندي فروتس، تعالوا عندي. فبالتالي هم بيساعدوا في
الريبرودكشن. دلوقتي معاد التشيك بوينت على الكابوك تري. choose the correct answer. from umbrella shaped trees are مين اللي عنده umbrella shaped trees؟ mangrove tree and acacia, mangrove tree and kabuk, acacia tree and kabuk, Barbary fig and water lily. مين اللي عنده umbrella shape acacia and kabuk؟ الاثنين اللي احنا خدناهم looks like umbrella. The second question, the roots of kabuk tree are not planted deeply in soil because ليه الروتس مش بالتحت خالص؟ ليه الروتس بتاعت الكابوك تري اللي في الامازون مش زي الروتس بتاعت الاكيشا اللي موجوده في السافانا؟ because the soil contains less water. السويل اللي هي التربه ما فيهاش water. because the soil contains more water. the climate is very cold. the climate is very hot. the soil contains more water. مش محتاجه الكابوك تري ان هي تدور على الووتر عشان هي موجوده اصلا. كابوك tree uses the wind to carry it fluffy yellow seeds عشان هي موجوده فين؟ في رين فورست هابيتات. خلصنا الكابوك تري وخلصنا الاكيشا تري. دلوقتي فاضل لنا جزء صغير جدا من الدرس وهو بيتكلم عن بعض الامثله من الشجر. واول شجره عندنا اسمها مانجروف تري. مانجروف تري. مانجروف تري دي بقى مميزه جدا عشان هي it grows in salt water في الميه المالحه جنب البحار. salt water yes. طب ايه المشكله اللي هتقابلها؟ ما هي عندها sunlight وعندها ووتر وعندها الاير. ايه مشكلتها المانجروف دي؟ في هنا ويفز. ويفز معناها الموج بتاع البحر ممكن يزقها ويوديها بعيد ويموتها. فهي it has a long and strong roots. المانجروف has long and strong root. ليه بقى؟ to resist the water waves. to resist water waves عشان ما تخليش كل الامواج ديت تيجي تخبطها وتوديها بعيد. فهي عندها روتس قويه جدا very long زي ما انت شايف كده تحت. حلو. عندنا ايه تاني؟ ووتر ليلي. عارف ديت؟ ده كل ده اسمها ووتر ليلي بيقف فوقيها الفروج في الكرتونز. طب هنا هي عندها ووتر اسمها ووتر ليلي وبتعيش في الويت لاند وهي عندها ووتر وعندها اير. ناقصها ايه؟ sunlight يس. عشان كده هي wide floating leaves. leaves بتاعتها wide عريضة. ليه؟ تفتكر ليه؟ to absorb more sunlight. excellent. يبقى الوتر ليلي ممكن تسميها lilies. it has wide floating leaves to absorb large amount of sunlight. بعد كده عندنا شجرة الكريسماس اللي هي الباين تري بتعيش في السنو. حلو. طب بتعمل ايه؟ ايه مشكلتها هنا؟ مشكلتها ان السنو بيقف فوق الليفز وبيخليها ما تقدرش تمتص أشعة الشمس فبتموت. فهي عندها triangle shape and short branches. زي ما انت شايف كده ان البرانشز هنا looks like triangle and short. البرانشز اللي هي الافرع او الاغصان بتاعه البلانت short مش طويله عشان ما تخليش علشان ما تخليش السنو يقف عليها. فبالتالي هي to allow snow to slide عشان السنو يسلايد يتزحلق من فوقيها وما يقفش فوقيها. طب وايه تاني؟ الليفز بتاعتها لو انت شايف هنا كده looks like needle. شايف الليفز رفيعه ازاي؟ looks like needles. برضو to prevent the loss of water. كل ما الليفز يكون كبيره كل ما تلوز more water فعندها needle leaves. اخر اتنين عندنا باربري فيج اللي هو التين الشوكي والبالم تري اللي هي النخله. والاتنين عارفين بيعيشوا فين؟ في الديزرت. Yes you are right. طب تعالى نتكلم عن باربر فيج. lives in desert وعنده sharp spines. ليه عنده sharp spines؟ أشواك كده to prevent the animals from eating عشان يمنع أي حد إن هو ياكله وياكل الفروتس بتاعته. طيب ماشي. طب البالم تري عندها thick root and small leaves. عندها روت كبيرة برضو to resist the strong winds عشان تقاوم الرياح كبيرة. Now it's checkpoint time.
هنا عندنا بعض scientific terms نحلهم مع بعض ونشوف لو احنا كنا مركزين ولا لا. هنا نسأل على بعض الأشجار وانت تقول لي بتكلم عن أي شجرة أو بتكلم على إيه في الشجرة. The first question here: a tree that grows in southern African savanna and has sharp spines. Who lives in savannah? مين بيعيش في السافانا؟ أنهي شجرة؟ Acacia tree. Excellent. Question number two: a structural adaptation in acacia tree that allows it to search for water. ازاي بتبحث عن الووتر؟ عندها ايه؟ tap root. Excellent. Structural adaptation that surrounds leaves of acacia tree to prevent animals from eating them. ايه اللي حوالين الاكيشا تري؟ بالظبط حوالين الليفز عشان يمنع الانيمالز، يعور الانيمالز ويمنعهم ان هم ياكلوها. عندهم ايه؟ شوك. صح، شوك بالانجليزي يعني spines. شاطر. Question number four: tree that grows in Amazon. مين بيعيش في الامازون؟ كابوك tree. Yes، اللي هي very long ديت. Structural adaptation that fixes the kabuk tree in soggy soil. ايه ال structural adaptation اللي عند الكابوك بيخليها تثبت في الارض وبيسند كمان البرانشز؟ buttress root. Excellent. Question number six: part of the kabuk tree which is supported by buttress root. buttress root ده احنا قلنا انه بيسند مين؟ branches. Awesome. Seven: tree that lives in salty water and has long strong root. مين الوحيد اللي بيعيش في salty water؟ الشجرة الوحيدة اللي خدناها mangrove tree. Excellent. عايزك تذاكر تاني الجزء دوت وتحل عليه اكتر وتبعت لي على الصفحة وانا اصحح لك. اوكي، اشوفك المرة الجاية. باي باي.